إيه اللي يخلي مكان ما كانش موجود أصلاً على أي خريطة رسمية في الدنيا واسمه بقى معروف أكتر من عواصم بأكملها؟ مثلث برمودا، منطقة ناس كتير مقتنعة إن هي بتبلع سفن وطيارات وبشر من غير أي مقدمات، زي ما يكون كده إن البحر هناك عنده كده مزاج خاص وبيحب ياكل حاجات. ولكن اللي محدش بيقوله بقى إن الجهات العلمية الأمريكية نفسها، مش إحنا، هي اللي بتقول إن مثلث برمودا مش اسم جغرافي رسمي أصلاً. مفيش حدود معتمدة، مفيش خرايط، مفيش دليل على إن الاختفاءات فيه بتزيد عن أي بحر تاني. يعني إحنا قدام حاجة غريبة جداً، اسم مرعب، شهرة عالمية، أفلام وكتب ومسلسلات، وفي الآخر الأساس العلمي للحكاية كله أهدى بكتير من التاريخ اللي اتبنى فوقه. النهاردة إحنا مش هنحكي عن منطقة مسكونة أو لغز كوني، لأ، إحنا هنحكي عن حاجة أصعب وأذكى. إزاي شوية حوادث حقيقية مع شوية مبالغات وشوية ناس عبقرية في الحكي عملوا أشهر أسطورة بحرية في تاريخ البشر. أهلا بيكم في حكاوي الرغايين. مثلث برمودا ده إيه أصلا؟ أول مفاجأة في الحكاية إن الاسم نفسه جديد. مثلث برمودا ده الاسم اللي ناس كتير فاكرينه قديم جدا قدم البحر، ولكن الاسم ده دخل في الاستخدام سنة 1964. كاتب اسمه فينست جادس نشره في مجلة شعبية. بس اللي حول الفكرة بقى لوحش حقيقي كان تشارلز بيرلتز، اللي طلع كتاب سنة 1974 وحط فيه بقى أطلانتس وقوة غيبية وبوابات أبعاد. الكتاب نفسه بقى بيست سيلر على مستوى العالم. أما بقى المنطقة نفسها الناس بتتكلم عنها عادة باعتبارها المساحة اللي ما بين فلوريدا وبرمودا وبورتريكو، ولكن ما فيش اتفاق على الحدود بالظبط. والهيئات الأمريكية اللي بتشرف على المحيطات بتقول وبشكل صريح مفيش خرائط رسمية بترسم المثلث، ومجلس الأسماء الجغرافية الأمريكي لا يعترف بيه أصلاً. يعني أشهر مثلث في الدنيا محدش متفق هو مرسوم فين بالظبط، ودي لوحدها بداية عظيمة للحكاية. المنطقة دي بغض النظر عن حدودها هي واحدة من أكثر ممرات الملاحة ازدحاماً في العالم، سفن وطيارات وملايين الرحلات كل سنة، وده لوحده ومن غير أي سحر كفيل إنه يفسر لنا ليه عدد الحوادث فيها بيشد الانتباه. طيب ليه الناس بقى خافت منه أصلاً؟ الأساطير ما بتطلعش من فراغ، لازم يبقى في حاجة حقيقية تمسك فيها، وبعدين بقى الخيال بيكمل الباقي. سنة 1918 السفينة الأمريكية سايكلوبس اختفت وهي في طريقها من البرازيل للبالتيمور، وكان عليها 309 بني آدم، وده من غير ما يطلع لها أي تفسير، ومن غير ما يتلاقى أي حطام، ومن غير أي خبر. خلاص، بس الحادثة بقى اللي خلت الأسطورة تاخد الشكل النهائي ليها كانت في 5 ديسمبر 1945. 5 طيارات تدريب تابعة للبحرية الأمريكية أقلعت من فورد لوردويل في مهمة عادية جدا مدتها 3 ساعات. الطيارين كلهم متدربين، وبعد ما خلصوا الجزء الأساسي من المهمة بدأت الرسائل تتغير. القائد أبلغ إن البوصلة الأساسية بتاعته باظت والاحتياطية كمان باظت، وهو خلاص مش عارف موقعه بالظبط. الرسائل بقت مرتبكة أكتر وأكتر، والوقود بيخلص، وآخر حاجة سمعوها إشارة توحي إن هم هيضطروا ينزلوا في البحر. ومش طيارة واحدة، لا، دول 5 طيارات اختفوا، وطيارة الإنقاذ اللي طلعت تدور عليهم اختفت هي كمان. سفينة كانت قريبة قالت إن هي شافت انفجار في نفس التوقيت تقريبا، وعملية بحث ضخمة، ولكن مفيش أثر لا للطيارات ولا للناس. هنا بقى الخيال الشعبي قال لك أيوة، وكملت الصورة. بس لازم نتوقف عند نقطة مهمة جدا، حادثة غامضة لا تساوي تلقائيا منطقة خارقة للطبيعة. الناس عملوا القفزة دي وبسرعة جدا، وده بالظبط هو اللي خلق الأسطورة. الحوادث الغامضة موجودة في التاريخ البحري في أماكن كتير جدا، بس مش كل مكان بقى اتحول لعلامة تجارية للرعب. اللي حصل مع مثلث برمودا إن الحوادث اتجمعت مع بعض، اتراوت بطريقة درامية، وبعدين طلعت بقى مقالات وناس كتبت وقالت بص، ده مش مجرد سوء حظ، ده مكان فيه سر كبير. جادس هو اللي صاغ الاسم، وبرليتز بنى فوقه أسطورة كاملة، وربط الاختفاءات بأطلانتس وبقوة مجهولة وبوابات أبعاد مهزية، والكتاب اتباع بالملايين. تفتكروا ليه؟ لأن الناس بتحب القصص اللي فيها غموض
أكتر من القصص اللي فيها تقرير فني ممل. وما بين بقى تفسير يقولك أصل الجو قلب والتيار البحري كان قوي والملاحة اتلخبطت، وتفسير تاني بيقولك في قوة مجهولة في المحيط. طبعا هتلاقي ناس كتير رايحة للتفسير التاني وهي مبسوطة آخر انبساط. مثلث برمودا نجح مش لأنه كان أقوى منطقا، ولكن نجح لأنه كان أمتع حكيا. وده درس مهم جدا. الأسطورة ما بتنتصرش لأن هي صح، ولكن الأسطورة بتنتصر لأنها ألذ في السرد. وبالنسبة بقى لتفسير موضوع البوصلة اللي باظت فجأة، هيئة المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية بتقول بوضوح شديد جدا مفيش أي دليل على إن الاختفاء في المنطقة دي بتحصل بمعدل أعلى من أي جزء تاني مزدحم في العالم. بس هي مش بس بتنفي الأسطورة، دي كمان بتدي لك تفسيرات محددة جدا. أولا العواصف المدارية والأعاصير، المنطقة دي ممر طبيعي لكتير منهم. ثانيا بقى تيار الخليج، جلف ستريم قادر ان هو يعمل تغييرات سريعة وعنيفة في الطقس ومن غير اي انذار. ثالثا المياه الضحلة وكثرة الجزر في بعض المواضع، ودي شيء خطير جدا على الملاحة. وفي نقطة مهمة رابعة أقل شهرة بكتير، ودي هي المفاجأة الحقيقية. في فترات معينة المنطقة دي كان فيها ما يعرف ب أجونيك لاين، ودي بقى منطقة بتتطابق فيها البوصلة المغناطيسية مع الشمال. يعني التيار اللي اتعود يعوض بفرق معين في قراءة البوصلة، فجأة التعويض ده بقى غلط. يعني حتى حكاية البوصلة المشهورة واللي الناس استخدمتها كدليل على السحر ليها تفسير ملاحي معروف ومفهوم. والأوضح من ده بقى إن البحرية الأمريكية وخفر السواحل واللي شغلتهم هي عمليات الإنقاذ هناك بيقولوا وبشكل صريح ما بنشوفش أي تفسير خارق للطبيعة، لأن القوة الطبيعية زائد الخطأ البشري كفاية جدا لتفسير اللي بيحصل. مش محتاجين يعني بوابة زمنية. حادثة فلايت 19 نفسها، طيب طالما دي بقى أشهر واقعة يبقى لازم نسأل نفسنا، هل العلم قدر يفسرها بالكامل؟ الإجابة الأدق لا، مش بالكامل، ولكن في تفسير منطقي وقوي جدا. القائد أبلغ عن مشاكل في البوصلة، الرسائل اللي بعد كده كانت مرتبكة أكتر وأكتر، الوقود قرب ينتهي، والطقس في نهاية الحادثة قلب. يبقى الصورة الأقرب للمنطق إن هم تاهوا في الطريق، الوقود خلص والبحر بلع الباقي. ده مؤلم جدا وغامض شويتين، ولكنه مش بالضرورة خارق. هو نوع من الغموض الواقعي واللي بيحصل فعلا في البحر وفي المحيط، خصوصا في زمن ما كانش فيه تطور للملاحة والاتصالات اللي عندنا دلوقتي. وده في رأيي أجمل من الأسطورة نفسها، لأن الحقيقة هنا ما فيهاش وحش بحري، إنما فيها حاجة أكثر رعبا وأكثر صدقا، إن الإنسان لما بيتوه فوق مياه مفتوحة الدنيا ممكن تقلب عليه وبسرعة مخيفة جدا. يعني مثلث برمودا من الآخر كده طلع نصب؟ لا، مش بالبساطة دي، مش نصب بمعنى إن الحوادث مش مفبركة. الحوادث حقيقية وبعضها فعلا غامض لحد النهاردة، ولكن الغلط كان في خطوة تانية خالص، إننا أخدنا الحوادث دي وجمعناها في سلة واحدة وقلنا يبقى أكيد بقى في قوة غامضة وراء كل شيء، وده بالظبط اللي العلم مش موافق عليه. بريتانيكا، ودي من أشهر وأقدم الموسوعات العلمية في العالم، بتقول إن العدد الدقيق للاختفاءات نفسه غير معروف، والتقديرات الشائعة تقريبية. وفي دراسة نشرت في 2013 من منظمة لحماية البيئة قالت وبشكل صريح مثلث برمودا مش ضمن أخطر 10 مناطق شحن بحري في العالم. يعني السمعة كانت أكبر من الأرقام بكتير. الحقيقة الأقرب للصح منطقة موجودة، حوادث حقيقية، ولكن الأسطورة اللي اتبنت فوقهم كانت أكبر بكتير من الأدلة نفسها. طب ليه العالم صدقها قوي كده؟ لأن مثلث برمودا لمس 3 حاجات الإنسان بيحبهم وبشكل غريزي. أولاً الخوف من البحر. البحر في خيال الإنسان دايماً فيه كده مساحة مجهولة. الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية نفسها بتقول إن المحيط كان دايماً مكان مرعب للبشر، وإن سوء الطقس أو ضعف الملاحة كفيل يحوله لمكان قاتل. ثانياً حبنا للغموض. الإنسان بطبعه بيحب السؤال اللي من غير إجابة نهائية. طالما مفيش حطام ومفيش شاهد أخير ومفيش نهاية واضحة، الخيال بيشتغل. ثالثاً بقى الإعلام والحكي. مثلث برمودا بقى قصة جاهزة جدا، اسم فيه رنين، شكل مثلث جذاب، طيارات وسفن وبحر واسع ونهاية مفتوحة، وصفة مثالية للرواج. الأسطورة دي ما انتشرتش لأن هي مقنعة علميا، ولكن انتشرت لأنها مصممة فنيا بشكل ممتاز.
مثلث برمودا. الاسم وحده بيشتغل، أول ما تسمعه كده تحس إن في حاجة هتختفي حالا. وفي النهاية مثلث برمودا مش مهم لأنه أثبت وجود قوة خارقة، ولكنه مهم لأنه كشف حاجة تانية عن البشر. إحنا أحيانا بنحب الحكاية أكتر من الحقيقة، بنحب الغموض أكتر من التفسير، وبنحب نصدق إن في مكان في العالم لسه خارج عن المنطق، حتى لو الأدلة بتقول إن الموضوع أقرب لطقس عنيف وبحر صعب وأخطاء بشرية. طيب لو سألت بقى السؤال الشهير، هل مثلث برمودا موجود؟ الإجابة الأدق موجود كسمعة أكتر بكثير مما هو موجود كحقيقة علمية. وده مش بيقلل من جمال القصة، بالعكس ده بيخليها أذكى، لأنه بدل ما تكون حكاية عن مثلث بيلتهم الناس، إزاي العالم صنع لنفسه أسطورة وكمان صدقها وورثها لجيل من بعد جيل. لو الحكايات اللي العالم بيصدقها من غير ما يسأل تستاهل تتفتح من جديد، اشترك في القناة وفعل الجرس. الحلقات الجاية هنفتح ملفات كتير زي دي، ايه اللي كان حقيقة وايه اللي الإعلام والخيال كبروا لحد ما بقى أسطورة. أهلا بيكم في حكاوي الرخاين.